ليخون مرة يخون عيشة، مثال شعبي مغربي ينطبق على أرملة البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس، حيث أكدت مصادر قريبة من عائلة المشتري لمصادرنا أن وفاء سبق وغدرت زوجها وخانته مع رجل آخر قبل أن تتعرف على هشام مشتري أواخر سنة 2016. وكشفت مصادرنا أن الزوجة الخائنة شك زوجها البرلماني المقتول أنها كانت على علاقة مع رحل آخر لم يكن يتوفر على عمل، وكانت تنفق عليه يوميا من مال زوجها. وأضافت ذات المصادر المطلعة على تفاصيل حياة الزوجة الغادرة أنها بعد اقتراب افتضاح أمرها هربت عشيقها السابق إلى الديار الأوروبية. وأكدت ذات المصادر أن تعرف وفاء على العشيق الثاني مشتري جاء عن طريق الشوافة، بعدما كانت وفاء تستغل مشاكلها مع زوجها الراحل وتطلب المساعدة من هشام مشتري المتزوج والأب 3 أطفال، حيث توجت هذه العلاقة بجريمة قتل بشعة هزت الرأي العام. السلام عليكم، وادعكم لايك للفيديو واشتراككم في القناة تشجيعا لنا للمزيد من العطاء والتألق.